أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم نعمل مربى المشمش بطريقة سهلة ومبسطة. أول حاجة عندنا كيلو مشمش غاسلينه كويس. هنبتدي نفتحه نصين ونشيل النوى منه، وبيكون معانا بالشكل ده. هنحطه في حلة على النار متوسطة، ونحط عليه نص كيلو سكر، وهنسيبه على نار متوسطة لمدة تلت ساعة. وما نسيبوش كتير يغلي عشان ما يتهريش معانا، هو بيكون بالشكل ده. وبعد كده هنجيب معلقة كبيرة جيلاتين بودر أو جيلاتين مشمش، وندوبهم في مية مغلية، حوالي معلقتين مية مغلية بالشكل ده. ولو مفيش جيلاتين مش مهم، ده على حسب الرغبة وعلى حسب اللي يحب القوام. هنبتدي نحطه على المشمش ونقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده عندنا عصير معلقة كبيرة من الليمون، هنحطها على المشمش ونقلبهم كويس مع بعض، ونسيبه يغلي على النار لمدة 5 دقايق. وبعد كده هنسيبه يبرد خالص. وبعد كده عندنا برطمانات محكمة الغلق ومعقمة، واللي عايز يعرف طريقة تعقيم البرطمانات هسيبها لكم في رابط أسفل الفيديو ده. وده في النهاية شكل مربى المشمش. أتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وتجربوها إن شاء الله. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.